بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا عبرة المؤمنين، غريب يا مظلوم كربلاء. عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك إنه أغلى، وإلا غادرتك ذليلا. العز مقياس الحياة، وضل من عد مقياس الحياة الطولا. لا تقل كم عاش وقل كيف عاش. من جعل الحياة إلى علاه سبيلا، ما كان للأحرار إلا قدوة، بطل توسد في الطفوف قتيلا، رفعت بصفين الكتاب رماحهم وحسين، ليكون رأسك بعدهم محمولا، وحق راسك المقطوع يا شمس المضية. للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا.
وخيل وطت صدرك على حر الوطي، داست يا بن حيدر على صدور المحبين، وبقلوبنا نخليك عارب غير تكفي، وذبح الطفل ننسى، لا والله ما ينسى يا حسين، وذبح الطفل ننسى، هذا محال، ولا ينسى ركوب الوديع على مطيع، يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور، متى يا مولاي؟ يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور، ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور، ونحوم مثل الجليب لو فارق حميم، وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة، من مشهدك تطلع وتقصد ليا الشريعة، تزور القمر الازهار ابو جفوف القطي، شيال رايتكم وسور الهايا، الشمية، لكنما الأمر والمرجع لله، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال للفضيل بن يسار: أتجلسون وتتحدثون؟ قال: بلى، جعلت فداك. قال: إني أحب تلك المجالس، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد. تأكيد من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام على إحياء أمرهم، وخصوصا فاجعة الطف، مصيبة الحسين عليه السلام. هذه المصيبة التي تحدثت عنها الأمم السابقة وتحدث عنها الأنبياء السابقون، بل قبل أن يبعث النبي وقبل ظهور الإسلام تحدثوا عن قضية الحسين قبل ظهور الإسلام بأكمله. يروي المؤرخون ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية، والمعجم الكبير للطبراني والذهبي،
كذلك من طرفنا ابن شهر آشوب في المناقب، وغيرهم في غيرها من الكتب التاريخية. هذه عند العامة والخاصة، عند الجميع هذه الرواية. يقول: حدثني إمام جامع بني سليم، يروون عن رجل يقال له يحيى بن يمان، يقول: حدثني إمام جامع بني سليم: غزا أشياخ لنا بلاد الروم، فوجدوا في كنيسة من كنائسهم مكتوب هذا البيت: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. يقول معلقاه في كنيسة في بلاد الروم. يقول تعجبت، أولا بلاد الروم، ثانيا ذولا مو مسلمين، في كنيسة ومكتوب هذا البيت: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. هذا الحسين، حسين ريحانة نبي الإسلام، ابن رسول الله. يقول: أنا فأخذني الفضول فسألتهم منذ متى هذه الكتابة؟ قالوا: قبل أن يخرج نبيكم ب600 عام. الله أكبر. قبل أن يخرج نبيكم ب600 عام. يعني شقد قديمة المسألة، وين؟ معناها قضية الحسين مو قضية مستحدثة الآن، والله الشيعة اخترعوها يقضوا بها وقت أوقات الفراغ، لا. أو هذه عبارة عن فلكلور شعبي مثل ما يتصور البعض، أو عادات أو تقاليد تعودنا كل سنة في لا، مو هالشكل. هذه عبادات، بل إن إقامة المآتم مو عادات وتقاليد، هذه من أشرف العبادات وأعظم التجارات وأربح التجارات. ولهذا تشوف آبائنا إذا 10 محرم وش يسموها؟ 10 التجارة. أنت التاجر مع الله سبحانه وتعالى وتتاجر مع الحسين، والحسين لابد أن يرد لك هذا التعب وهذا البذل وهذا البكاء وهذا العطاء. الحسين قدم كل ما يملك من أجل الله، فأنا وأنت نحيي هذه المجالس، هذا ترى أقل القليل. وقليل تلف الأرواح في رزء الحسين. هذا اللي احنا نسويه في كل سنة في عاشور، هذا قليل جدا. والله لو نموت في سبيل الحسين عليه السلام حزنا عليه، يعني واحد مثلا من كثر البكاء ولا طم يموت مثلا، هذا ترى قليل في الحسين. ولهذا الشيخ الدمستاني قدس الله روحه الطاهر، هذا هو قبره موجود عندنا في القلب، صاحب الملحمة، يقول: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور، وأنا في مأتم الحزن على رزء الحسين. فمن ضمن الأبيات يقول: فمن الواجب عينا لبس سربال الأسد، واجب عيني على كل إنسان، واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء، واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس، وقليل تلف الأرواح في رزء الحسين. يقول هذا شيء بسيط مقدم للحسين. فقضية الحسين عليه السلام منذ فجر التاريخ موجودة. السؤال الذي يطرح: ما هي الأهداف والثمرات من إقامة هذه المجالس؟ الجواب على ذلك: إقامة هذه المجالس له العديد من الثمرات. نذكر هذه الليلة بعض هذه الثمرات. الثمرة الأولى الثمرة العقائدية. إقامة هذه المجالس له أثر كبير في تقوية عقيدة المؤمن، لأن الإنسان إذا حضر إلى المجالس
تعرف أكثر على أهل البيت عليهم السلام، فازداد حبا لهم، وتعرف أكثر على أعداء أهل البيت مثل يزيد وشمر وغيرهم، فازداد بغضا وتبريا منهم. وهذا القلب ما يحمل في قلبه حب فقط لأهل البيت، عندنا تولي وتبري. يقول الإمام الرضا عليه السلام: كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدونا. أنا ما يصير أحب النبي وأحب أبو جهل مثلا في نفس الوقت، يصير في نفس القلب، هذا داخل القلب داخل حب النبي وحب أبو جهل مع بعض، ما يصير. فلا بد من الإيمان حب وبغض كما في الرواية، وهل الدين إلا الحب، يعني حب محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد. الثمرة الثانية، الثمرة الثقافية. أنا وأنت نحضر عدة مجالس، نتسمع في مأتم فلان مثلا، نروح حسينية الفلانية، نروح المسجد الفلاني مثلا، نتنقل بين هالمآتم. وهذا سلوك الأنبياء أولا، أنهم يتنقلوا من ماتم إلى ماتم، وهذا سلوك الملائكة، أنهم من ماتم إلى ماتم يحضروا. فأنا أتشبه بالأنبياء وبالملائكة، هذه واحدة. وثانيا الثمرة الثقافية، أنه أنا وأنت نحضر إلى عدة خطباء. هذا الخطيب مثلا يتحدث عن موضوع تاريخي، هذا الخطيب مثلا يتحدث عن تفسير آية قرآنية، هذا تعرض إلى مسألة فقهية، هذا تعرض إلى مسألة أخلاقية. فأنا أجمع كل هذه المعلومات وأنا جالس تحت هالمجالس، في هذه المجالس. فإذا هذه المجالس مدارس يتخرج منها المؤمنون، أجيال تتخرج من هالمجالس من تحت منبر الحسين عليه السلام. لهذا تشوف الشيعة أكثر ثقافة من غيرهم، مثقفين بثقافة أهل البيت عليهم السلام. تقول له من وين لك هالآيات وهالروايات اللي تحفظها وهالقصص التاريخية؟ يقول لك أنا من صغري أحضر إلى مجالس أهل البيت وأستمع، الخطباء يتحدثوا آيات روايات، يتحدثوا في أحكام الحلال والحرام، في العقائد، التوحيد، العدل، النبوة، المعاد، غيرها. فالمؤمن يقطف من كل حديقة وردة، ويأخذ من كل بستان زهرة، ومن كل بحر قطرة، فتصير عنده مجموعة من المعلومات المتنوعة. من وين لك؟ والله من منبر الحسين عليه السلام. فهذا أثر واضح لمجالس أهل البيت. ولهذا تشوف الشيعة يحفظوا حتى ما عند غيرهم، شوفوا يحفظ آيات القرآن الكريم وروايات حتى العام. يقول له هذه من وين لك؟ قال والله من مجالس الحسين. فسلام الله على الحسين الذي علمنا وربانا، سلام الله عليه. سفينة واسعة الحسين يسع الجميع، ويتخرج من تحت منبره الجميع. فهذا أثر ثقافي واضح لمجالس الإمام الحسين عليه السلام. الإمام يقول أحيوا أمرنا، لكن أنت في الواقع ترى جاي تحيي قلبه. أنت ما تلاحظ من بداية محرم شلون انتعشت أرواحنا بذكر الحسين، وكأن واحد جاي وعينا في هالحياة هذه، أعاد الروح وأعاد الحياة لهذه الروح، الحسين عليه السلام. احنا في أمس الحاجة إلى الحسين. دبت الحياة في جسد الأمة ببركة الحسين عليه السلام. جميع قارات العالم شوف فيها صرخة على الحسين وفيها دمعة على الحسين. هذا وش معناه؟
أثر ثقافي واضح لمجالس الحسين سلام الله عليه. فهذا الأثر الأول الأثر العقائدي، والأثر الثاني الأثر الثقافي. الأثر الثالث الأثر الأخلاقي. مجالس الحسين لها الأثر الكبير في تربية وتهذيب الناس. يقول: قيل لي أرثيك والكون سكوت، وصدى نحرك صوت الملكوت، كيف يساءل عنكم ذو حجن، يا حبيبي صغرت فيك النعود، كل بيت ليس فيه دمعة لحسين فهو بيت العنكبوت. يقول: كيف أرثيك وقد أحييتني، إنما ذكرك للأرواح قوت. الله يحفظ الشيخ عبد الكريم آل زرع التاروتي، هذه أبياته. شوف، يقول: كيف أرثيك وقد أحييتني، إنما ذكرك للأرواح قوت، سيموت الكون حتما كله، سيموت الكون حتما كله، ذاك حتم وحسين لا يموت. كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. هذا بيت الشعر حق عالم درزي، ما هو شيعي. يرثي الحسين، يقول له: كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. دائما متجدد ذكر الحسين عليه السلام. وهذا اللي تحدثت عنه السيدة زينب عليه السلام: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. بقي ذكر الحسين سلام الله عليه. سيخلق الله له شيعة يجددون العزاء عاما بعد عام، ما يملوا ولا يكلوا من ذكر الحسين، ولا يتعبوا، ولا يهمهم مطر بارد حار رطوبة، مهما تغيرت الأجواء تغير أبدا، هم على نفس حبهم وإصرارهم على إقامة الموت. فهنيئا لمن يحضر هذه المجالس اللي يقول عنها الإمام الصادق عليه السلام: إني أحب تلك المجالس. ما يكفي زين أكو موجود مثلا بث مباشر، يقول لك أنا أحب أحضر البث المباشر، نعم خير وبركة ونعمة، لكن الحضور بعد له خصوصية. الإمام يقول: أتجلسون وتتحدثون، يعني يبغاكم تجلسوا مع بعض مجلس واحد، ما يكفي فقط عن بعد. أتجلسون وتتحدثون؟ قال: بلى جعلت فداك. تالي قال له وإيش؟ إني أحب تلك المجالس. محبوبة عند الإمام، هذه محبوبة عند الإمام. والمجالس أكو مجالس غيبة ونميمة، أكو مجالس غناء وفسق وفجور، وأكو مجالس فيها ذكر أهل البيت سلام الله عليه، فيها نور، فيها ذكر القرآن. هذه اللي تنفعك فعلا في الدنيا وفي الآخرة. مجالس محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد. فالأثر الأخلاقي لهذه المجالس واضح. كم من شاب ترك الغناء ببركة مجالس الحسين، وكم من فتاة التزمت بحجابها وحشمتها وعفتها ببركة مجالس الحسين. سمعت عن حجاب السيدة زينب، حجاب الزهراء عليه السلام، هذه مظاهر الحشمة والعفة، فازدادت تعلقا بالزهراء وبزينب سلام الله عليه. فهذا أثر أخلاقي واضح لمجالس الحسين. كم من شاب كان متهاون بالصلاة، لكن لما سمع أن الحسين عليه السلام صلى وسط المعركة: قولوا للقوم ليكفوا عنا لنصلي ثم نعود إلى ما كنا عليه،
صار يهتم بالصلاة. يقول الحسين في وسط المعركة يصلي، وأنا في الوضع الطبيعي الآن ما يعني أقوم أصلي. فصار اهتمام بالصلاة. هذا أثر أخلاقي واضح. بعد تقرأ في الروايات، وهذا أيضا يسمع من على منابر الحسين، إن تارك الصلاة يحشر مع قارون وهامان في الدرك الأسفل من النار. وأيضا يسمع من على منابر الحسين قول الإمام الصادق عليه السلام: لا ينال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. فإذا أنا شاب مثلا وأسمع من على المنبر هالشكل قطعا أتأثر، لأن أئمتي يحثون على هذا. لهذا تجد الشيعة مو فقط اكتسبوا هذا المعنى، معاني كثيرة من المعاني اللي اكتسبوها هو الأخلاق الطيبة ولين الجانب. الإمام الحسين عليه السلام عندما جاءوا إلى أذيته في ذو حسن الحر ب1000 فارس و1000 فارس، شافهم عطشانين، قولوا اسقوا القوم، يقول لهم اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. شوف الأخلاق، جايين لأذيته. بعد هذا الحسين ابن رسول الله ورسول الله الذي قال في حقه القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه واحدة من المؤثرات التي أثرت في المجتمع أثر أخلاقي واضح ببركة مجالس الحسين عليه السلام. لهذا تجد الشيعة متميزين في أخلاقهم: صدق الحديث وأداء الأمانة والكلمة الطيبة. شوفهم مسالمين مع الآخرين غالبا هالشكل ببركة وإيش؟ ببركة الأئمة سلام الله عليهم. الشيعة تأثروا بأئمتهم. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه مثلا. شوف أغلب الشيعة هالشكل، تأثروا بأئمتهم. إذا خالطوا غيرهم شوفوا متميزين في أخلاقهم. الأثر الرابع وبه أختم هو قوة التشيع. بقاء التشيع إلى اليوم إنما هو ببركة البكاء على الحسين والدمع على الحسين. بالرغم من كل ما جرى إلا أن الشيعة استمروا إلى يوم الناس هذا في إقامة الموت. وكما سمعت أن قضية الحسين عليه السلام الأمم السابقة أحيتها وتحدث عنها الأنبياء. النبي بنفسه بكى على الحسين. العلامة الأميني في كتابه سيرتنا وسنتنا يقول: أقام النبي صلى الله عليه وآله 12 مأتم على الحسين، بل إنه بكى على الحسين قبل أن يولد وبعد أن ولد وبعد أن استشهد، بكى على الحسين. وقبل مواضع السيوف، قال: أما وإن أمتي ستقتله، ألا ومن زاره فإن له حجة من حججي، إلى آخر الرواية. فمن أسباب قوة التشيع ومن أهم أسباب بقاء الشيعة هو البكاء على الحسين والرثاء على الحسين ونعي الحسين سلام الله عليه. احنا من وين تعلمنا البكاء على الحسين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، هو بكى على الحسين، فنحن أيضا نبكي على الحسين. الأئمة بكوا على الحسين واحدا تلو الآخر. هذا الإمام الصادق عليه السلام يبكي على الحسين، وهذا الإمام الرضا يبكي على الحسين. وشوف الحب إلى الحسين والعشق للحسين ماذا فعل بأنصاره وأصحابه.
هذا مثلا مسلم بن عقيل سفير الحسين. الإمام الحسين عليه السلام عندما بقي في مكة أكثر من 100 يوم جاءته كتب الكوفة، الكتاب يتلو الكتاب، حتى اجتمع عنده 12,000 كتاب، ما ملأ خرجين. كان في بادئ الأمر لا يجيبه، لكن عندما اجتمع عنده هذا العدد الكثير وكلها بهذه المضامين: أقدم فإنما تقدم لك على جند مجندة، اخضر الجناب سيوفنا معك، إلى آخر كلامه. الإمام كان في بادئ الأمر لا يجيبه، لكن بعد أن اجتمع عنده هذا العدد الكثير من الكتب كتب كتابا إلى مسلم بن عقيل: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد، فإن هانئا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكانا آخر من قدم علي به من رسلكم، وقد كل الذي فهمتم وقصصتم، ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الهدى ودين الحق، وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي والمفضل عندي مسلم بن عقيل، وأمرته أن يكتب إلي بأمركم وحالكم ورأيكم، فإن كتب أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم وقرأت في كتبكم، أقدم إليكم وشيكا إن شاء الله. فما الأمر هذا كتبه إلى مسلم بن عقيل وأعطاه إياه، قال له: ببركة الله وعونه. توجه إلى الكوفة، لكن وصاه بوصية، قال له: إذا وصلت إلى الكوفة فانزل عند أوثق أهلها. وفعلا لما وصل الكوفة نزل في دار المختار الثقفي، اللي هو وجه من وجوه الكوفة ومن المعروفين بشدة ولائهم لأهل البيت سلام الله عليه رضوان الله عليه، اللي يترحم عليه الإمام المعصوم يقول له: رحم الله أباك، رحم الله أباك، رحم الله أباك. فهذا نزل في دار المختار الثقفي. عرف ابن زياد من خلال جواسيسه أن مسلم موجود في دار المختار، فانتقل إلى دار هاني بن عروة، وقد بايعه 18,000 وفي رواية 40,000، وكتب كتاب إلى الحسين، ومما جاء فيه: الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، فعجل حين يأتيك كتابي. وهذا الكلام قبل مقتل مسلم ب27 ليلة فقط، وتاليها الخبر يوصل للحسين وهو في طريقه إلى العراق في زرود، جاءه الخبر بما جرى على مسلم. شو اللي صار؟ 18,000 بايعوه، خانوا أهل الكوفة عقب ما بايعوني، وللفاجر بن زياد كلهم سلموا. صح ونادي ومسلما: عظم الله أجوركم، بقي مسلم وحيدا فريدا يدور في سكك الكوفة، نعم، يلتفت يمينا شمالا لا يرى أحدا. ساقته المقادير الإلهية عند باب امرأة يقال لها طوعا، كانت واقفة تنتظر ولدها، شافت هذا الرجل واقف، تعجبت: يا هذا ماذا تريد؟ قال: أنا عطشان أريد الماء، أنا غريب. جاءت له بالماء، طلعت مرة ثانية: يا هذا إنه لا يصلح لك الوقوف أمام باب داري ولا أحله لك، ماذا وقوفك هنا؟ شي يقول لها مسلم؟ نكس براسه:
عند الغروب تفرقت عنه جموعة. رحم الله الشيخ منصور المرحوم. عند الغروب تفرقت عنه جموعة، صلى وطلع خايف على خده دموعه، يدور بالكوفة ووقف عند باب طاعة، جابت له الماء والشراب والدمع منثور. قالت لما يشرب شنو تريد غيره، ما تروح إلى أهلك أشواق في بحيرة. قالها أهل مالي ولا عندي عشيرة. قالت أظنك سيدي مسلم المغرور. قالها أنا مسلم وغروني الملاعين، من جاهم ابن زياد نكثة وباعت حسين، ظليت وحدي حاير مالي معين. أدخلت مسلم دارها في بيت مستور. أنت مسلم؟ قال بلى أنا مسلم. ادخل على الرحب والسعة. فأدخلته في البيت غير البيت التي هي فيه. بقي ليلته يصلي يقوم بأوراده. عرضت عليه العشاء فلم يتعشى. جاءت له بالماء عند وقت صلاة الفجر. سيدي ما لي أراك لم ترقد منذ الليلة؟ قال بلى رقدت رقدة قصيرة، رأيت مولاي أمير المؤمنين وهو يناديني العجل. صح ونادي ومسلماه وسيداه. بعد ذلك قام للصلاة، وبعد الصلاة أخذ يعقب، وإذا به يشد على وسطه. سيدي ما لي أراك تأهبت بالموت؟ قال أما تسمعين وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال، والله ما للقوم طلبة غيري. بينما هو يكلمها إذ اقتحموا الدار وصاروا يقاتلون. قاتلهم قتال الأبطال يا الله، حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. وما هي إلا ساعة وإذا به مجتوف مدين لابن زياد وهو يشخب دم صع ونادي ومسلمة. قال اللعين بن زياد اصعدوا به إلى أعلى القصر. فصعدوا به إلى أعلى القصر ورموه من أعلى القصر. صعدوا بمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجه للحجاز يخاطب حسين. يا حسين أنا مقتول ردوا ولا تجوني. خانوا أهل الكوفة عقوب ما بايعوني، وللفاجر بن زياد كلهم سلموني. مفروض وانتو يا هلي عني بعيدي، يا ليت الدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الاضلاع. يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع، بيني وبينك يا حبيبي فرق البين.
ما هيج هموم الذي جاري علي، وجدي وحزن الجيتاك يا ابن الشفية، خوفي تجي ويصدر عليك الصار بيا، وتضيع من بعدك يا بن عمي الخواتي. وفعلا هذا اللي جرى يا مسلم. هذه أخوات زينب وبنات الرسالة من بلد إلى بلد، وزينب تصرخ أني بقيت محيرة وصف جبلي، أني لا عباس يبرالي، يضربوني من أبكي وتهمل العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بمحمد وآل محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أدم علينا نعمة مجالس محمد وآل محمد. اللهم عافي واشف كل مريض، لا سيما من سئلنا الدعاء لأجلهم. اللهم عافهم واشفهم يا الله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وإلى أمواتكم وأمواتنا، ولا سيما موت المؤسسين وعلماءنا الأعلام ومراجعنا العظام، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.